اهلا اهلا. النهارده هنعمل مع بعض احلى رقاق فلاحي على اصوله. بجد كمية محترمة وفيرة جدا من كيلو دقيق. وداعا لغلاء الاسعار، اعملي الرقاق الفلاحي على اصوله في بيتك ومن غير تعب ولا مجهود. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو اول مرة تشرفوني انا اسمي نهى، ما تنسوش تشتركوا بالقناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، ويلا بينا. هنحتاج كيلو من الطحين، عليهم نص معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من السكر بس ما تكونش مليانة. هنقلب المكونات الجافة كده مع بعض تقليب كويس جدا. بعد كده هنضيف المادة السائلة. المادة السائلة عندك هنا اختياري، ممكن تضيفي 3 كوبايات من اللبن الرايب، أو 3 كوبايات من الحليب وعليهم معلقة خل، أو 3 كوبايات من حليب الخض اللي هو فصل القشطة عشان نعمل زبدة. ده بيبقى خطير وهو ده اللي أنا استخدمته النهاردة. ممكن طبعا تحتاج أقل أو أكتر على حسب نوع الطحين. بعد ما العجينة اتلمت معانا بالشكل ده، هي العجينة لا هي متماسكة قوي ولا هي سائلة، العجينة عادية جدا وما بتلزقش. هضيف المادة الدسمة أو الدهنية، وهي عبارة عن معلقتين من السمنة الفلاحي. ممكن تستبدليهم بالزيت أو الزبدة، بس يفضل السمنة الفلاحي عشان تاخدي النتيجة أصلية 100%. معلقتين بس كفاية نهى، معلقتين بس كفاية. ونكمل عجن لغاية ما العجينة عندي تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حاجة كده زبدة ملبن، بجد خطيرة، لا بتلزق ولا هي ناشفة، ناعمة جدا وجميلة جدا. هبدأ أقسمها على طول، مش هريحها، هقسمها وبعد ما أقسمها هبدأ أريحها. التقسيمة بتاعتنا، أنا هنا بدأت أول كورة ب60 جرام، بس لما سويتها حسيت إن هي لأ صغيرة، مش ده الحجم اللي أنا عايزاه. فالحجم اللي أنا اشتغلته واللي انتوا هتشوفوه في الفيديو ده تقريبا ما بين 70 ل80 جرام بالظبط لحجم الكورة. هي حجم الكورة حجم طماطماية وسط، تمام. اللي ما عندهاش ميزان، الطماطماية الوسط كده بتعملي حجمها حجم الكورة بتاعتنا. شكلت كل العجين اللي عندنا بنفس الطريقة، قسمتها ووزنتها وقفلتها كويس جدا. واهم حاجة ان انتي تكوريها تحت ايدك كده عشان تبقى الوش بتاعنا ناعم، لما تيجي تفردي يبقى فرده سهل جدا معاكي. شكلت العجينة كلها على شكل كرات متساوية بنفس الحجم بنفس الوزن، وحطيتهم جنب بعض بالشكل ده. اهم حاجة بقى ان احنا لما نيجي نريحها لازم نغطيها كويس علشان الوش بتاعنا ما ينشفش. فنغطي كويس بكيس من التلاجة، بفتحه بالشكل ده وبغطي كويس جدا العجين عندي، واسيبها ما بين 10 دقايق ربع ساعة بالكتير عشان تتأكدي ان العجينة عندك ريحت كويس وسهل ان انتي تشتغلي فيها. تاخدي الكورة كده وبتضغطي عليها ضغطة خفيفة. لو رجعت تاني الضغطة زي ما كانت يبقى كده العجينة محتاجة انها تريح. لو فضلت العجينة زي ما هي علامة الضغطة فيها يبقى كده العجينة مستريحة كويس جدا وسهل ان انتي تشكليها. اول حاجة جبت الكورة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين وفردتها بسيط كده بايدي، وقلبتها الناحية التانية وضغطت عليها برضو، وهحط رشة بقى من الطحين وابدأ افرد بالنشابة على مهلي وبالراحة واحنا مش مستعجلين. اهم حاجة واحنا بنفرد نفرد بالراحة جدا عشان العجينة عندنا ما يتقطعش. هنفرد فيها من النص كويس جدا، من النص للأطراف، من النص للأطراف، مرة من فوق ومرة من تحت، لغاية ما تدينا عجينة رقيقة جدا وتكون شفافة للحاجة اللي تحتيها. يعني أنا بالنسبة لي وصلت لمرحلة إن أنا شايفة الخطوط اللي على البساط نفسه. بعد كده بتبقى تمام جدا، مش محتاجة أكتر من إن أنا أشيلها بالراحة جدا وابدأ أعمل لها عملية رح. يعني ان انا هنقلها من ايدي دي لايدي دي بشكل خفيف كده، علشان لو في اي طحين او دقيق زيادة ينزل من عليها. علشان اسويها بحط النشابة وبلف العجينة عليها علشان خاطر وانا بفردها على الصينية تتفرد معايا بشكل مظبوط.
حطيت الصينية بشكل مقلوب زي ما انتوا شايفين على النار العالية، والنار تكون وسط. اهم حاجة ان الصينية دي تكون سخنة جدا قبل ما انزل العجين عليها. اكون حريصة ان ما يكونش فيه اي حتة من العجين متنية او فيها اي زيادة من هنا او من هنا، وبفردها بايدي بالراحة جدا، واكون حريصة عشان ايدي ما تتلسعش، وبسيبها يا دوبك ثواني. هتلاقي بدأت تظهر عندك فقاقيع بسيطة، باخدها بقلبها على الناحية التانية، يا دوبك برضو تظهر فقاقيع بسيطة وتبدأ تلون كده على خفيف. يبقى كده الرقاقة عندي جاهزة. الرقاقة ما بتاخدش ثواني على النار، مرة يمين مرة شمال، وبقلبها كده وكده، وبروح على طول شايلاها وبحطها في فوطة واغطيها علشان خاطر تحتفظ بطراوتها. الطريقة بقى التانية بقى دي سهلة جدا للناس بقى اللي عاملة كميات. دي انا بفرد، بدل ما بفرد رقاقية واحدة كل مرة فهتاخد مني وقت ومجهود طبعا، بفرد 2 رقاقة مع بعض. ازاي يا نوع هتفردي 2 رقاقة مع بعض؟ بفرد اول رقاقة بالشكل ده واحطها على جنب فردة خفيفة، والتانية برضو بفردها فردة خفيفة، وبعد كده بحط ما بينهم شوية دقيق بقى محترمين. احط كمية دقيق كده حلوة، واحط الرقاقتين على بعض وبفردهم الاتنين مع بعض. لقيتيها لزقت من الطرف ده او من الطرف ده، عادي فكيها ورشي شوية طحين كمان عليها، وارجعي افردي مرة تانية. الطريقة دي بتفرد الرقاقة فردة كويسة جدا. شفتوا انتوا طبعا الرقاقة اللي فاتت كان حجمها وسط، لما دي هتشوفوها هتلاقوها اكبر من الحجم التاني، بالرغم من ان الاتنين وزن واحد، بس دي عشان اتفردت على دقيق والاتنين مع بعض فبيشدوا بعض وبيتفردوا كويس جدا. وبنفس الطريقة برضو بعمل لها نقلة من ايدي يمين والشمال، وبعدين بشيلها على النشابة وهسويها بنفس الطريقة. في ناس ممكن تسألني يا نهى ممكن نسوي الرقاق في فرن البوتاجاز؟ بصراحة يا جماعة انا جربت ان انا اسوي الرقاق في فرن البوتاجاز، لقيته لا بينشف بسرعة، مش بيطلع الرقاق الطري بتاعنا المعروف. ده نتيجة ان حرارة الفرن مهما عليتيها ومهما وصلت لأعلى درجة حرارة، فرن البوتاجاز بتاع البيت ده مش بيوصل للدرجة المطلوبة. لازم علشان تعمليه في الفرن تعمليه في الفرن البلدي الفلاحي القديم، او فرن الغاز اللي هو لوحده كده، لكن فرن البوتاجاز ده لا مش هينفع. فاحسن طريقة عشان نعمله في البيت هو على النار اللي فوق زي ما انا قلت لكم كده بالظبط. وبصوا بقى يا جماعة على النتيجة. بعد ما طلعت كل الكمية وحطيتها طبعا في الفوطة لغاية ما تهدى، غطيتها كويس، دي كانت النتيجة. ما شاء الله، الرقاقة طرية جدا، تكرمشيها في ايدك كده تفرديها كده، يا سلام مفيش احلى من كده. ولا بصوا الشفافية، الرقاقة طرية وشفافة وخفيفة جدا 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 فوق ما تتخيلوا. بصوا الجمال والطعامة والحلاوة، هتروليها كده هتترل معاكي. والعدد ما شاء الله، عملنا حوالي 25 رقاقة، وحجمها ما شاء الله كبير، كمان بكيلو دقيق واحد بس ومعلقتين سمنة. مفيش احلى ولا اسهل من كده. احنا عارفين الرقاق الطري ده احنا بنشتريه بكام في السوق دلوقتي؟ باسعار خزعبلية. طب وليه اذا كنت اقدر اعمله وبطريقة جميلة جدا، وكمان طعم وريحة جنان ومضمونة 100%؟ الرقاق الطري الفلاحي على اصوله. اتفرجي على الفيديو وقولي لي رأيك، واكتبي لي في الكومنتات تحت لو حابة وصفة معينة هعملها لك. بكده اكون وصلت لنهاية الفيديو. لو حبيتوا الفيديو سووا لايك وشير واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد بإذن الله.